اقدر اقول ان نادر السيد نجح في كل الانديه اللي راحها وفشل في الاهلي. ليه فشلت؟ ليه في الاهلي؟ ما فشلتش في الاهلي، بالعكس اكبر بصمه انا شفتك وانت في، يعني سمعتك وانت بتقدم، بالعكس ده اكبر بصمه حصلت في النادي الاهلي. اكبر بصمه بصمه جماعيه مش فرديه. بمعنى بمعنى انك انت اولا انت بتلعب كفريق. مم. بطبيعه الحال اكيد اي لاعب في الدنيا مم. عايز يكون في الملعب كل 24 ساعه او يلعب 90 دقيقه معايا، اكيد. وانا واحد من اللعيبه يعني، وانا واحد من اللعيبه اللي انا دايما بس انت كنت رايح ليه الاهلي؟ عشان العب. قالوا لك ايه ساعتها؟ لا وقتها ما انا جاي لك في كلام. فالبصمه انك انت تاثيرك كان قوي جدا، يعني خلينا نكون بنتكلم بصراحه، تاثير كان قوي جدا في قوه الفريق، في التاثير كان قوي عشان كده بقول لك التاثير كان قوي جماعي. اولا المنافسه اللي حصلت ما بيني وبين عصام كانت منافسه قويه جدا 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 جدا. وعلى فكره لو يعني صعب قوي التجربه دي تتكرر مع اي اتنين حراس تانيين.